السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اسفة قوي على فترة الغياب الطويلة ديت، بس زي ما انتم سامعين صوتي بعتذر لكم طبعا عليه. ويعني لو كان مضايقكم بس غصب عني والله ما قدرت ان انا اتكلم وصوتي طلع له، يعني طلع صوت شوية. قلت اسجل معاكم الفيديو ده، انا مصوراه من فترة بس ما قدرتش ان انا اعمله مونتاج يعني واسجل عليه الصوت، لان كان زوري تعبان جدا وكنت يعني يا دوبك طالع مني صوت بالعافيه. فاعذروني بقى وادعوا لي ان ربنا يشفيني ويرجع صوتي طبيعي. كان هو دور منتشر كده عندنا في الشقه، خدوه ولادي ورا بعض وانا الحمد لله خدته منهم، وربنا يا رب يشفينا ويعافينا. انا نزلت السوق لان طبعا كانت التلاجة ابتدت تفضى. ما جبتش حاجه الشهر دي مش حاجه الشهر، يعني حاجه الشهر انا جبتها وفي منها حاجات خلصت. ما عرفتش اصورها زي ما بقول لكم، كنت تعبانه. فنزلت جبت شويه حاجات كده، جبت ملوخيه وخضره وجبت بتنجان وفلفل وعنب. طبعا ديت خلاص الوداع قليل اوي، انا ما صدقت لقيته لان انا عندي الولاد بيحبوه جدا. وجبت 2 كيلو رز وجبت كيلو دقيق وجبت يعني شويه حاجات كده كانت ناقصه في التلاجة. والليمون اهو اخضر، اللي بقول لكم الفيديو ده بقاله فتره، بس انا مكنتش قادره بجد ان انا اسجله ومنتجه. كانوا الولاد بقى هنا طالبين مني ان انا اعمل لهم محشي ورق عنب، وعايزين أكلة كده حرشة حلوة، لأن هما كانوا بياكلوا بقالهم فترة حاجات كده بسيطة. هما كانوا تعبانين ملهمش نفس للأكل. اللي عنده اللوز واللي سخن وعنده برد يعني الحمد لله. وأنا كمان كنت تعبانة فما كنتش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة. الأول أنا هرص الحاجة معاكم اللي أنا جبتها. أول حاجة القطة، الكيلو دوت ده ب10 جنيه، طبعا سعرها رفع جدا زي ما انتوا عارفين. وهنا حطيت الليمون في المنظم ده، او مش منظم، هو علبة بس اتكسرت مني من الجنب، كان فيها طماطم في التلاجة متجمدة وكنت بكسر منها حتة فالسكينة كسرتها. بس قلت لا، مش هرميها وهستغلها واعمل لها اعادة تدوير واستخدمها كمنظم. اسفة، هستخدمها كمنظم. بجد المنظمات دي غيرت لي حياتي تماما، نظمت لي الدنيا كلها وغيرت شكل التلاجة وخلت الحاجة كده منمومة وكويسة. اي علبة عندك فضي فيها الحاجة، ما تحطيش اطباق، ما تحطيش اكياس كده في التلاجة. اولا ما بتحافظش على صحة الحاجة، بتبوظ بسرعة الخضار والفاكهة. تاني حاجة بتبقى شكل التلاجة مش منظم كده وبتبقى مهرجلة يعني. بس كده انا رصيت الحاجة، ويلا بقى بينا نبدأ نشوف هنعمل ايه. انا جبت لهم بانيه عشان بقى يتقووا كده شوية. آه، سبت البانيه دلوقتي، هروح نقعته. وهنا اعمل الخضرة هغسلها. انا هتقولي لي يا سوسة بتقطعيها وكده التقطيع بيفقد قيمتها، هقولك للاسف انا عارفة، بس ما بعرفش اغسلها كده، ما بعرفش اغسلها وهي سليمة، مش عارفة ليه. اللي زي كده يكتب لي في الكومنتات. ولو وصلتوا معانا هنا للفيديو للحتة دي صلي بينا على النبي كده في كومنت واذكري الله. ولو انت جديدة دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش بقى اللايكات، كتير 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 هيعجبكم الفيديو قوي، بس تابعيني الفيديو للاخر وما تروحيش لاي حته. الخضره طبعا دي كلها كتيره على المحشي، انا خرطتها وشلت منها جزء في الفريزر بعد لما خدت يعني اللي انا ايه محتاجاه للخلطه بتاعه المحشي. خرطتها كلها زي ما انتم شايفين كده. وادي البانيه اتغسل بقى زي الفل. هعمل الخلطه بتاعه البانيه، بحط ملح وبحط فلفل، بهارات فراخ، بصل بودر وتوم بودر. طبعا مش هقولك معلقه معلقتين تلاتة على حسب كميه البانيه اللي عندك حطي، وعلى حسب ما انت تحبي البهارات، بس انا بديكي الاساسيات. قلبتهم كده زي ما انتم شايفين ناشفين مع بعض. وبعد كده حطيتهم فوق البانيه اهو، وهقلب فيهم البانيه. وحطيت كمان معلقتين دقيق وحبة مية صغيرة. الخلطة دي بتخليه ممتاز فظيع بجد، بيبقى طعمه حلو جدا. جربيها وهتدعولي مش هتندمي والله. تغيير تماما عن البانيه التقليدي بتاعنا، وفي نفس الوقت تحفة تحفة تحفة. هنا بقى خلطة المحشي، حطيت الرز وحطيت بهارات وكزبرة وحبة كمون وبابريكا مكعب الماجي. والملح طبعا اساسي والفلفل معانا. بقلبهم، انا بحب اقلبهم على الرز كده بعد ما غسلته. وبعدين الخضرة مغسولة اهي ومتصفية زي ما انتوا شايفين زي الفل. وبعد كده نزلت عليها بالطماطم التسبيكة، يعني انا كنت عاملاها وشايلاها. انا كنت مصوره لكم فيديو كمان هنزله لكم عن الحاجات اللي بتسهل عليا المطبخ زي الطبخ يعني، او عامه وقفه المطبخ. زي ما انتوا عارفين ان انا اصلا بشتغل والولاد في المدارس ربنا يقوينا عليهم، فبيبقى الوقت ضيق علينا كلنا، فلازم تعملي الحاجات اللي تسهل عليكي وقفه المطبخ. هنزلهم لكم ان شاء الله في فيديو هتشوفيها هيعجبك جدا. هنا انا حشيت ورق العنب وبرصه طبعا صف طول وصف عرض
بحب احط العروق ديت، بتديله مزازه، بتضيف عليه طعم كده مختلف. وبعد كده حطيت عليه التسبيكه وشرايح الليمون، دي اساسيه عندي بحبها جدا. لازم يعني بتديله طعم ورق العنب كده زي بتاع المطاعم بالظبط. واحط الميه، طبعا انتوا عارفين، امهاتي واخواتي عارفين، بس انا بقول الحاجات دي كلها لمين؟ لاخواتي العرايس الصغيرين، او اللي مقبلين على الجواز، او بنوتاتي الصغيره اللي عايزه تتعلم الطبخ. باحط المَيّة ما تغطيهوش، المَيّة يا دوبك تبقى متساوية لورق العنب، عكس البتنجان. البتنجان بيبقى نُص، المَيّة بتاعته للنُص، إنما ورق العنب والكرنب المَيّة بتبقى مغطياه، مش مغطياه، متساوية معاه. تمام. هنا بقى أنا حطيت البقسماط بتاعي، عليه دقيق وعليه ملح وفلفل وبهارات الفراخ برضو، وكركم لو عندك، حبة كاري وبصل بودر وتوم بودر ومعلقة نشا، وتقلبيهم وتاخدي بقى البانيه من الخلطة اللي احنا كنا عاملينها ومنقوع فيها للبقسماط وتحطيه بقى. هتشوفوا دلوقتي شكله هيبقى تحفة. هنا انا قليت البانيه اهو. كان ابني في الدرس، ابني الكبير، فيا دوبك انا هاكل انا وولادي الاتنين الصغيرين. المحشي مش قادره اقول لكم تحفه، ريحته فظيعه، وشايفين الدخان. بجد انا ورق العنب ده كده بيدخل على قلبي على طول، انا بحبه جدا جدا، هو البتنجان. وبحب الكرنب برضو، بس دول كده ليهم معزه خاصه عندي. اللي زي كده يقولي في الكومنتات، واللي ليها طريقة أو إضافة بتضيفها على المحشي تقول لنا. كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنفيد بعض. أنا هنا بغرف المحشي أهو، مش قادرة أقول لكم ريحته فظيعة، والولاد واقفين من ورايا هيتجننوا عليه. وحطيت لهم معاه بقى، اللهم صل على النبي، ليمون مخلل، كنا عاملينه برضو مع بعض قبل كده. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده الروتين بتاعنا النهارده، سهل وبسيط. انا حبيت انزله لكم عشان انتوا وحشتوني جدا جدا. لو انت لسه مشتركتيش بقى، دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل، وما تنسوش تذكروا الله في كومنت. وهتوحشوني قوي، واستنوني في فيديو جديد. ادعوا لي بالشفاء، واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا بقى معانا ناكل المحشي.